جو. مساء الخير يا جماعه. انا اسمي محمود زيتون والشهره بتاعتي زيتون بس. تمام. انا حصل معايا موقف غريب قوي جدا بصراحه. انا عمري ما اتخيلته في حياتي، وده طبعا من افظع المواقف اللي حصلت في حياتي. طبعا انا هشرح لكم دلوقتي طريقه اسرع سرقه موبايل وافظع سرقه موبايل حصلت في تاريخ مصر كلها. انا من 15 يوم بالظبط كنت واقف عند قدام سان ستيفانو، تمام، الناحيه الثانيه. وبعدين وانا واقف، طبعا انا من الناس اللي طبعا يعني الحمد لله ما بتقتنعش بحاجه اسمها اندرويد، لان عمري اصلا ما شلت اندرويد اصلا يعني، وانا انت مقتنع بكده. انا الحمد لله بشتغل وبتاع، مش دماغي الموبايلات العاليه دي. ولكن فانا طبعا معايا الموبايل البسيط بتاعي، تمام، فانا ماسكه، فانا حبيت ان انا يعني اتعايش جو اللي انا يبقى معايا موبايل اندرويد وكده. فالمهم انا واقف في وسط جو بقى ناس كتيره قوي وبنات ومش عارف ايه، وانا عيني بقى عمري بقى ما كنت بعمل كده اهو، ولا بتاع، ولا اعمل كده بقى استشعار، ولا بعمل بلوتوز ولا الكلام ده خالص. فحبيت ان انا اعيش الجو ده حتى لمده 5 دقائق. فطبعا انا ببص على يميني وعلى شمالي وقدامي وناس، لقيت ناس كتير قوي واصحابي واقفين معايا. قمت جاي مطلع الموبايل بتاعي، الموبايل البسيط بتاعي بقى، كنت عامل كده اهو، تمام، الموبايل في ايديا اهو دلوقتي في ايديا، بس انا هوريه لكم دلوقتي. بعدين ايه، فقاعد بعمل كده عشان بقى ما حدش يبص بقى، وعلى اللي هو تاتش بقى سكرين بقى واندرويد بقى، فاهم، واتعايش بقى مع الموبايل. وفجأة اتفاجئ ان في مكنه جايه في الشارع، مكنه ريس، مكنه عاديه اللي هي وواحد سايقها وفي واحد راكب وراه على المكنه، وقربوا مني وانا قاعد ماسك حتى الموبايل في جوه ايديا كده وبعمل كده تاتش على السيلفر تاتش بقى وبتاع، واتعاش بقى جو بقى ايه الاندرويد بقى وفرحان بيه قوي. فجاه يقوم جاي الولد بتاع المكنه ماشي، ويقوم واقف قصادي، والولد اللي ورايا يقوم مادد ايديه وواخد الموبايل وطالع يجري، ياخد الموبايل يجري ما عرفتش اقول حرامي حرامي. وصاحبي كان واقف جنبي حتى عايز اكلمه، وفجاه ابص الاقي الولد قام جاي واخد يد، قام جاي موقف المكنه خالص، قام جاي بص لي بعد مثلا بتاع 10 متر، قام جاي ماسك الموبايل رحتين قال لي خد يا ابن التيت الموبايل اهو، هو ده موبايل. قام جاي سايبني وماشي قدام الناس بقى كلها. امسك الموبايل الناس تيجي تتفرج بقى، ايه يا كابتن في ايه اللي حصل؟ قلت لهم بس لا والله ده سرق بس الايفون 6 بتاعي. قالوا لي ايفون 6 ايفون 6؟ قلت لهم والله العظيم ده سرقه، بس الحمد لله ان هو حدفوا لي كده. فرحت اخد الموبايل من الارض، لقيته بقى وقع على الارض وكده، فباخد الموبايل بخبيه من الناس، فالناس لما يا كابتن لقيته. قلت لهم على فكره الحمد لله لقيته الموبايل الايفون 6 بتاعي اهو، موبايل على فكره محترم جدا وعلى فكره يعني مميزات عاليه جدا جدا جدا. وعلى فكره ممكن اشرح لكم المميزات بتاعته، ده موبايل محترم قوي على فكره، شكله لذيذ اهو. سوري صح الزراير بتاعته، بس دي حاجه فظيعه بتقع لوحدها يعني. فالحمد لله رب العالمين الموبايل رجع لي بالسلامه، وخلاص انا اقتنعت ان انا معايا موبايل اندرويد ده فظيع ده.